وأخذاه وخطفاه، وبالوصول في منزلهما أدخلاه، ومن يديه وقدميه قيداه، وبقطعة قماش وضعاها على فيه فأخرساه، وعلى روس الطيور ألقياه، وبتلك الغرفة حبساه، وفي وقت لاحق عاد إليه وقتلاه، وأخذوا رداءه وأخفياه، ثم عاد لجثمان الطفل فعرياه، ثم عاد إليه فقطعاه، وأخذوا أشلاءه وللطوارئ في المقابر ألقياه. ألهذا الحد يستهان بالنفس البشرية؟ ألهذا الحد تهدر كرامتنا العلية؟ هيئة المحكمة لي هنا وقفتان. الأولى هي بسؤال النيابة العامة للمتهمين عما إذا كان قد بدر من الطفل المجني عليه حال ارتكابهما الوقائع الإجرامية